السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا في هذا الفيديو طلبية تاع 60 حبة كعكعات بمقادير مضبوطة، وجميع الاسرار ان شاء الله راح نشوفوها في هذا الفيديو ونخدموها بالعجينة التقليدية. خصوصا المبتدئات راح يستفادوا من هذا الفيديو. وقبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومشاهدة طيبة. سموا بسم الله ونبداو في تحضير الكاوكاو. اول حاجة استعملت 700 جرام كاوكاو. هذه الكمية راح تخرج لكم 60 حبة او اكثر شوية، لانه لازم ناخذ حبات زيادة. كنت رحيت الكاوكاو خشين وكيلته 3 كيلات. لازم تطيبوه قبل ما تبداو تخدموا به اكيد، وما تخلوهش يحمر، خلوه بيض كيما هاك، لانه اذا حمرتوه ياسر راح تجيكم الحشوة يابسة. وبنفس الكاس راح نكيل السكر اكثر من نصف كاس، ونعاود نرحي الكاوكاو والسكر مع بعضهم باش السكر ثاني يتريحها مليح. بعد ما رحيتهم ضفت لهم مغرف صغيرة سمن والزاز تاع القرص. تقدروا تضيفوا لافاني ولا لاغوم تاع اللوز، انتم واش حبيتوا الذوق، واكيد راح نجمعها بالمزخر. شوفوا هنا كيفاش العجينه راح تجي معسله، هذا السر لانه رحينا الكاوكاو مع السكر. راح تبقى لكم اطول مده هشيشه، ومن الاحسن تخلوها ترتاح من ساعتين حتى ليله كامله. ونروح نشوفوا العجينه. استعملت هنا علبه المارغرين ترفد لي 500 جرام. درت 3 كيلات معمرين مليح وشوي. بالميزان راح تجيكم كيلو و200 جرام. هذه الكمية راح تخدم لكم 60 حبة كعكعات. ضفت لها رشة تاع ملح وضفت لافاني، وللأمانة استعملت فرينة سيام. وبنفس العلبة رايح نكيل بها السمن. بعد ما ذوبت وخليته برد مليح مليح كيما راكم تشوفوا. عمرت العلبة وخليتها حتى انساحت، واستعملت هنا ياسمن المدينة. واذا كنتوا حابين تخدموا كمية قليلة استعملوا العلبة تاع 250، يعني قسموا المقادير على 2. ونبدأ نخلط في الفرينة والسمن مع بعضهم حتى تدخل وينسجموا مع بعض. راح تجي في البداية تشبه عجينتها كيما عجينة القريبية. ونبدأ نضيف لها في الماء المخلط مع المزخ، وكيلت بنفس العلبة، وكل مرة نزيد لها بشوية ونخلط حتى تتحصلوا على عجينة تقدروا تشكلوها. وكي تحلوا شوية منها راح يجي القوام تاعها أملس. ثم تتوقفوا، مش لازم تكملوا كمية تاع الماء كامل. شوفوا هنا الكمية اللي بقات لي، وانتم حسب الفرينة اللي راكم تخدموا بها. خلوها ترتاح العجينة ليلة كاملة، ولكن قبل ذلك لازم نشكلوهم إلى كريات. وزنت الكرية تاع العجينة 33 جرام. رايحة تجي حبتها ما شاء الله. حاولوا برك أنكم تقطوها مليح وتحطوها في الثلاجة. والكاوكاو تقدروا توزنوه 16 أو 17 جرام. في اليوم الثاني بديت نخدم فيها. رايحين تخدموها حتى وتطيبوها بلا مول. تبعوا برك الطريقة راح تجيكم سهلة. حكمت العجينة، حليتها شوية بالطول، رققتهاش ياسر، خليتها كيما راكم تشوفوا. وهكذاك الكاوكاو حليته ودرته بودة وحطيته على العجينة على الحافة تاعها. ولازم تكون من جهة نهاية الكاوكاو مع نهاية العجينة، والجهة الثانية نخلو العجينة تعود شوية خارجة. نقفلوها مليح ونرقدوا العجينة، ونروحوا من جهة نوسعوها شوية باش ندخلوا فيها الجهة الأخرى. نحاولوا نقرصوا العجينة باش تدخل في بعضها. ورايحة نخلي لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. استعملت هنا مول سيليكون يجيكم كامل الحبات متشابهين ومتساويين. جربت في الحقيقة طيبت فيهم، راح يشدوا الوقت وما عجبنيش طيابهم. نزيدوا نشوفوا حبة واحدة أخرى حتى تفهموا الطريقة مليح. كما قلت لكم حلوا العجينة هكذا طوليا، تقدروا حتى تقيسوها بلاكوبات في الطول هكذا باش ما تحلوهاش ياسر. هذا بالنسبة للطول. وبالنسبة للعرض حلوها قيس لفة أو لفتين برك باش ما تعيكمش كي ترولوها، راح تجيكم فيها ياسر الطيات، لأنه راح يدخل فيها الهواء وتشكلكم فقاعات. لأنه مناش راح نطيبوها في المول، راح الشكل تاعها راح يتبدل، والحبة راح تديفورمي لكم كي يدخل لها الهواء. خصوصا المبتدئات انهم يتبعوا هذه الطريقة راح تجيهم سهلة. انظن بلي راها الطريقة راها واضحة والصورة باينت لكم مليح. حاولوا برك تسحبوا العجينة كيما راني ندير باش ما تبانش معاكم وين حبست العجينة، وحطوها في مول تاع السيليكون تدي نفس الشكل. راها طريقة بسيطة وسهلة. حطوها طيف في درجة حرارة 180. ونروح نشوفوا الطلية. استعملت هنا 3 ساشيات ونص من سكر غلاس. اكيد رايحة نقربلهم قبل ما نبدأ نخدم بها.
نستعمل هنا طريقة الطلية السحرية اللي رايحة تقعد أطول مدة طرية. ضفت مغرف فاني ومغرف ملون أبيض، ومن جهة رايحة نخلط كيلة حليب ونفسه كيلة ماء زهر وكيلة زيت وكيلة قارص. بعد ما نخلطهم مليح نضيفهم للسكر بالتدريج. كما شفتوا أنا هذه الكمية بعد ما درتها ما كفاتنيش، زدت نفس المكونات ولكن هذه المرة فنجان كامل من كل حاجة. يعني هذه الكمية تاع السكر راح ترفد لكم فنجان ونص من كل حاجة، من الزيت والمزهر والقارص والحليب. شوفوا هنا لازم تشكل لكم كيما هاك عجينة. حاولوا انكم تدلكوها مليح ومن بعد ابداو بشوية تزيدوا حتى ترخف معاكم شوية. دايما كي تبداو تخدموا اولا لازم الكعكات يعودوا باردين تماما باش الطلية ما تهبطش معاكم. ونبداو نجربوا الحبة الاولى نشوفوها كيفاش تحكم عليها الطلية. وكيما راكم تشوفوا في الحبة لازم كلش يتقطع حاجة ما يبان. يعني الطلية راح تغطي لكم كامل العيوب اذا كانت في الحبة تاع الكعكات. وهنا كذلك كنت الطلية خليتها ترتاح. رايحة نعاود نخلطها مليح باش نبدا نخدم بها. نجربها في حبة ونشوفها كيفاش تخرج عليها. هنا بنت لي الطلية ثقيلة، خففتها بشوي مزهر باش ترخف معايا، ورحت بديت نخدم في الحبات الاخرين. كيما كنت تشوفوا راح نخدم الحبات دفعة واحدة، نحطهم في القرياج هكذا ونحط عليهم الطلية. ما نكذبش انا هذه الطريقة جاتني سهلة وكملت الخدمة ثم ونخبط القرياج شوية باش تهبط لي الطلية الزايدة. نعاود نخدم بها يعني حاجة ما هي راح تروح. وانتم شوفوا الطريقة اللي متعودين تخدموا بها ممكن بالحبة راح تجيكم اسهل. ما تنسوش توسعوا الحبة في الوسط راح يصغر الحجم نتاعها. بعد ما ديروا الطلية استعملوا الكيردون راح يساعدكم. هنايا بعد ما يقطروا مليح راح نهزهم ونحطهم في القرياج الاخر. نكمل كامل الحبات ونخليها تنشف ليلة كاملة باش نبدأ نخدم في لافينيسيون عليها. كما تعرفوا انه هذه الطلية ما فيهاش البيض، رايحة تبقى طرية، خلوها تنشف مليح لأطول مدة. وهنا بديت ندير لها في البريون يعني اللمسات الأخيرة. استعملت البريون الأبيض. استعملوا بانسو راح يسهل لكم الخدمة وخلوه خاص بالحلويات. بعد ما درت لهم كامل البريون نقلب الحبة ونح كامل هذيك الزوائد تاع الطلية. يعني الحبة راح تجي نقية. تبقى لي اللمسة الأخيرة اللي هي الورود. خدمتهم قبل الوقت باش ينشفوا لي انه راح يدوا الوقت، وهكذا كي نعود راح نلصقهم يكونوا يابسين. وهنا كنت ندير لهم في البغيون في وسط الوردة، ودرت شوية ثاني في الأطراف. ما تكثروش فيها باش تجيكم حلوة. وخدمت ثاني ورقات باللون الأبيض لأنه راح نطليهم بكامل بالدوغي راح يجي شكلهم متناسق مع الوردة. حاولوا برك انكم كي اشروا اللون الذهبي يكون مليح. انا كنت شريته بودرة وخلطته مع السائل المذيب. راح نخلي لكم الصورة تاعو في الاخر لانه عجبني وراح تحتاجوه. وهنا باش لصقت الوردة استعملت شوية من الطلية، خففتها باش تمشي لي في البوشيت، وحطيت الورقة مساميتها، وخدمت هذه النوارة او الوردة لانه الزبونة طلبت هذا الشكل. لون يكون قرونة والشكل يكون بسيط. كل ما كانت الحاجة بسيطة راح تجي حلوة. والحمد لله كانت عجبت الزبونة. ان شاء الله انتم ثاني تكون عجبتكم واستفدتوا من الفيديو. وفي الفيديوهات القادمة ان شاء الله راح نحط لكم طريقة صنع الورود. ما تنسوش انكم تتابعوني وتبقوا اوفياء للقناة. في الاخير نقولكم الى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله.